محمد وسلم تسليما. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. ويل لمن كان بالآمال مشتغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل. لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل وكونوا مقتدي الرسل. طوبى لمن كان بالطاعات ذا همم ولم يكن صاحب الطغيان والكسل. ومن يكن ذا اهتمام بشواغلها عن دينه فهو ذو جهل وذو علل. فإنما هذه الدنيا وإن عزمت لذاتها فهي في استدراجها كسل. يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل. هل طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل. لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل. لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل. لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل. لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جزل. فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاح في حرز وفي كبل. كالانزج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل. ثم طلب العلم واحرص في تعلمه واعمل به ثم أخلص أيما عمل. لا خير في عالم لم يكن مطلعا أجل ولو كان منسوبا إلى الرسل. فعالم جائر مثل الحمار كما في نشر قرآن رب العرش جلت لي. يا طالب العلم لا تركن له أبدا لأن تعليمه يفضي إلى الخجل. يا طالب العلم لا تركن له أبدا لأن تعليمه يفضي إلى الخجل. بل منه فره كأسد خفت ضارية لقاؤه كلقاء الرقش في السبل. وعاشر الناس في دين ودارهم وإنهم شغلوك عنه فاعتزل. لخول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتثل. وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زلل. رم التواضع نائل الكبر وعش هواه كتعتمى